السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معكم نونا من قناة حياة نونا. النهاردة بقى هنعمل عصير موز حلو قوي، بما ان بقى ان ايه الدنيا صيفت والواحد محتاج سوائل كتير. بس قبل بقى ما نعمل العصير هقول لكم ازاي تتخلصوا من الهاموش اللي بيبقى على الموز. وانا عارفة ان في ناس كتير ما بتحبش تجيب عصير الموز بسبب الهاموش. بصوا، اول حاجة هتجيبوا، اول ما تجيبوا الموز هتجيبوا ورق الفويل اللي هو العادي اللي احنا بنستخدمه في المطبخ عادي. وطبعا الموز بيبقى ليه حتة كده، الثمرة اللي ماسكة الموز كله. تمام. فهنجيب حتة صغيرة وايه، وهنحطها كده ايه فوق الموز. بصي، مش هتلاقي هاموشة خالص خالص، سبحان الله. يعني واللي قال لنا حاجة زي كده بتاع الموز ذات نفسه، مش هتلاقي هاموش خالص يقرب عن الموز. في ناس كتير ما بتحبش تجيب الموز بسبب كترة الهاموش في المطبخ، وان هو بيعمل هاموش حواليه. فجربوا الطريقة دي وان شاء الله تدعولي، واللي يجربها وتمشي معايا يكتب لي بقى في الكومنتات بعد كده. بصوا بقى، اول حاجة كده جبت موز عندي، قلت بقى ايه، خفت بصراحة لا يبوظ. فبقاله كام يوم كده، فقلت ايه لا، خلاص هعمله عشان ما يبوظ. ونصيحة ان انتي تجيبي الموز ما تجيبوش مهري او مستوي زيادة، لان احنا في الصيف لازم تجيبيه مغدر شوية. ممكن يقعد عندك يومين تلاتة اربعة، عشان هو بيستوي على طول في الصيف. فنصيحة ان انتي ما تجيبوش ايه مستوي قوي. تمام. يلا بقى بينا ونبدأ الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى كده، آه اول حاجة بقى كده هنجيب ايه الخلاط بتاعنا. آه ونقشر طبعا الموز. هنحط بقى الكمية اللي انت عايزاها. عندك لو موزتين هيعملوا عادي عصير، يعني اهم حاجة يكون ايه الكمية اللي انت بتفضليها. بصوا، انا لو سبته تاني هيضرب. تمام. فهعمل بقى ايه الكمية دي كلها اقشرها، واي حاجة مش كويسة هشيلها من الموز زي ما انتوا شايفين. وطبعا احنا عارفين ان عصير الموز يعني مفيد جدا 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 للاطفال والكبار كمان، وبيدي باور كده عالي وبيدي طاقة وما ينفعش ان انت يعني تفتحي تقشري الموز وتسيبيه يأكسد معانا وفي الهواء على طول. فلازم اول العصير ما نعمله نشربه على طول، عشان برضو ما يأكسدش بعد ما احنا نعمل العصير. زي ما انتوا شايفين كده، هقشر بقى كمية الموز دي كلها اهو زي ما انتوا شايفين. عايزاكم بقى ايه، اللي اول مرة تشوف القناة تشترك فضلا وليس امرا، وتفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان توصلك كل جديد. يلا بقى ايه همكوا كده معانا ولو عجبك الفيديو طبعا ما تنسيش تحط اللايك بتاعك. انا عارفة في ناس كتير بتتفرج غير المشتركين عندي في القناة. يا ريت تشتركوا بقى وايه وتفعلوا الجرس على كلمة الكل، عشان اول ما انزل فيديو جديد يظهر لكم على طول في الاشعارات وتتفرجوا عليه. زي ما انتوا شايفين كده اهو. اهو انا ايه عملت الموز قشرته. بعد كده هجيب بقى ميه ساقعه كده، وممكن عادي ميه، ولو انت عندك ما عندكيش ميه ساقعه عادي شويه ميه وعليهم شويه تلج كده. وما تكتريش الميه عشان لسه هنضيف حاجات كمان. طبعا احنا ايه يعني عايزين نخلي العصير ليه فايدة عالية. هنحط كمان اللبن. طبعا عصير الموز ما ينفعش من غير لبن، فاحنا ايه نكون كده غاليين اللبن، ولازم نغلي اللبن قبل ما نحطه. وحط بقى برضو كمية السكر، برضو ما تكتروش عشان اللبن معسل والموز بيبقى ايه معسل لو قعد. بصوا بقى كده، انا كمان بصوا بقى مش هكتفي بالميه الساقعه، انا هحط كمان تلج. لما العصير بيبقى ساقع بصراحه بيروي كده وبيبقى طعمه حلو قوي وهو ساقع. بصوا اهو كده. اللي مش عايزه تحط تلج في الخلاط وخايفه مثلا على الخلاط، خلاص مش مشكله، ممكن تحطيه بعد ما تعملي عصير التلج، مش هيبقى فيه حاجه. زي ما انتوا شايفين ضربته اهو كله وبالتلج بكل حاجه. خلاص. وطبعا ممكن نحط كمان جوه هنا، بقولكم ممكن نحط جوه الشفشق ذات نفسه او الشوب تلج عادي، لو انت ايه حاسه ان هو عملتيه بميه عاديه ومش ساقع. اهو زي ما انتوا شايفين كده.
بصوا بقى تشربوا احلى عصير بجد بجد موز ممكن تشربيه في حياتك، حلو جدا. والعصاير الفريش اللي بتبقى في البيت احلى بكتير من المعلبات والمواد الحافظة. ما تقعديش تدي لولادك عصاير من بره، بصراحة ما تضمنهاش. طبعا بياخدوا اي حاجة في اي حاجة ويضربوها وخلاص، لكن العصير في البيت بيبقى مضمون ونضيف وانت اللي عاملاه. يلا بقى ايه، لو عجبك الفيديو حطي لايك للفيديو و... ويا رب بقى ايه جربيه كده على طريقتي وان شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحبكم في الله.